بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى بإذن الله هعمل لكم وصفة جميلة جدا. هنفرز الملوخية مع بعض. أنا طبعا جبت كمية ملوخية كده كبيرة، يعني كانت رخيصة كده وما كانتش غالية. كانت الرابطة، والله شفت الملوخية دي صبحة وجميلة جدا، ولقيت ربطة الملوخية كبيرة كده وكانت بجنيه، ما كانتش يعني غالية خالص. جبتها بقى وورقها صابح زي ما انتوا شايفين وكده. قعدت بقى في الارض قطفتها كلها، بس حاولي بقى ما تبيتهاش يعني لتاني يوم. اعمليها بقى وهي صابحة كده وورقها صابح واخضر بقى كده. خلاص غسلت بقى الكمية كلها، وبعدين جبت بقى حلة مية. جبت حلة كده حطيتها على النار، ما فيهاش اي حاجة، بدون اي اضافات. فرزي بس الملوخيه بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي، وهتبقى جميله جدا ولونها تحفه والله. وهتبقى ان شاء الله من اول كيس لاخر كيس تفرزيه بنفس اللون، ومش هتسود، وهتبقى جميله. وان شاء الله هتدعيلي لو عملتيها بالطريقه دي. جبت بقى حله الميه على النار، ما حطيتش فيها اي حاجه غير ميه بس، ولا ملح ولا اي حاجه. ونزلت بقى كده بالملوخيه اول ما تغلي، دقيقتين بس. اول ما تغلي انزلي بقى بالملوخيه، وبعدين ما فيش دقيقتين وتطلعيها. وحطيت بقى بقيه الكميه، كانت طبعا لسه سخنه جدا بتطلع بخار زي ما انتوا شايفين. اديتها صدمه كده بميه ساقعه متلجه، زي ما انتوا شفتوا الازازه انا مطلعاها من الفريز كلها قطع تلج. حتى شفتوا انا بحط ايدي فيها كده لان طبعا هي خدت الصدمه. انا بوريكم ان اول هي طبعا طالعه سخنه جدا جدا بتغلي من النار. اول ما اديت لها الصدمه ايدي حطيتها فيها كده، ما كانتش الميه بقى سخنه جامد. صفيتها بقى بالمصفى، اللي هي اي مصفى يعني عندك، حطيتها بقى كده تصفي الميه. ممكن برضو تاني يعني تاني حبه حطيتهم في الميه، عملتهم بالطريقه دي. حطيت الميه الساقعه في قلب البلاستيكه كده، وبعدين تنتني مطلعه بقى من النار عليها. نفس الطريقة ديت او ديت اللي يعني ايه المتوفر عندك، إيه يعني حسب ما انت عايزة تعمليه. جنبك المية كده تطلعي من هنا على هنا. المهم بقى ان انا صفيتها كلها، وبعدين جبت اسهل طريقة. لو عندك الهاند بلندر دي هتعمليها بيه. لو اكبر كمية هتحطيها في بولة كبيرة كده او بلاستيكة كبيرة، وتنك بقى عاملاها كلها بيه، ما تاخدش معاكي دقيقتين. بس طبعا هنحط لها دلوقتي مكون، بس انا بقولك بس ان انا إيه هعملها بقى بالهاند بلندر ده. دي برضو مية بقى متلجة. تحطي بقى حوالي كوباية او كوبايتين مية متلجة. ممكن في ناس كتير بتعملها بشوربة، بس انا ما رجحتش الشوربة صراحة. لو هتعمليها برضو بشوربة، الشوربة تكون متلجة، ما تحطيش مية ولا شوربة يكونوا سخنين عشان ما تسودش منك. المية الساقعة بتلج بتديها نفس الخضار، ونفس لون الخضار ده يفضل طول ما هي موجودة عندك. تقولي انا تعبانة عايزة تاخد دواء. المهم ربنا يا رب يشفيها ويعافي عنا. بصوا بقى انا بوريكم ان انا جيت اعمل بالهاند بلندر. صراحة المسمار بتاعه كده فك زي ما انا وريته لكم. ف يعني ما عملتش بيه، لكن هو سهل جدا وبيسهل حاجات كتير جدا. وبعدين عملت برضو في الكبة صراحة زي ما انا وريتها لكم، لقيتها خشنة جامد. مش عارفة الكبة بتاعت الهاند بلندر ما عجبتنيش خالص. جبت بقى الخلاط. انا برضو وريتكم 3 حاجات. بصوا بقى انا هوريها لكم وانا بعملها كده. تحط عليها، مليت الشفشق الخلاط وعليه كوباية مية متلجة وعليه معلقة سكر. طبعا السكر ده هو المادة الحافظة بتاعتنا، دي هي اللي هتخليها معانا طول السنة لونها اخضر كده وجميل. خلاص يا حبايبي كده انا قلت لكم بقى على الطريقه اللي انا عملتها بيها، وطلعت تحفه جدا وجميله جدا. بصوا بقى النعوميه بتاعتها ولونها. وطبعا مش هعرف العب في الوان الكاميرا خالص لان انا بصور. جبت الاكياس بقى، وجبت حاجه كده سندت عليها في الكيس. وبعدين هبدا بقى، جبت حاجه بايد كده، بس جبت الكسرولة دي عشان ما يقعش حاجه مني في الارض وما بهدلش بقى الدنيا ولا كوبايه ولا اي حاجه. وبدأت ان انا افضي بقى فيها كده. طبعا كلها معمولة بنفس المقدار. الشفشق المية قصدي الملوخية بحط عليه كوباية مية متلجة ومعلقتين سكر مش مليانين. وبعدين انا برضو هوريكم في الاخر، انا هعبي بقى كل الكمية وهوريكم برضو ان هي لما قعدت شوية لقيتها تقلت جدا. ده اخر كيس كان معايا. بصوا بقى هوريها لكم تقيلة ازاي وهي جميلة.
طبعا هنطلع بقى الكيس من هنا، نعمل الطشه بتاعه الملوخيه ونحط له الشوربه بتاعته. ان شاء الله باذن الله هتعملوها هتلاقوها بنفس اللون ده، ولما تيجوا باذن الله تطلعوها من الفريزر. كده يا حبايبي الفيديو بتاعي كده خلاص. لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب واشتراك بقى في القناه، وفعلي الجرس كده على كلمه الكل عشان يوصلك كل الاشعارات اللي بنزلها.